لا يترك مكتبه بسهولة، فهو يعشق التحكم والتنظير والتوبيخ الأقرب للتقريع على صغار الشباب الذين لا يزالوا يسيروا ويحبوا على طريق العمل. يملأهم التوتر والخوف والقلق من الرسوب الوظيفي، ولا تزال بقايا الأوهام الدراسية تلاحقهم ككابوس متكرر كل يوم. ولكنه اليوم سيعقد صفقة، لأنه سيذهب لمقابلة سلمى عويس، أحد أقوى النجمات القادمة بقوة في عالم الفن بمصر. نزل من المكتب إلى حيث الجراج ليطير بسيارته البيضاء، وقد تعمد أن يرتدي بدلة بذات اللون وكرافتة حمراء، فهو يحب ذلك البوستر الشهير للزعيم عادل إمام بمسلسل صاحب السعادة. ومن المرات القليلة التي ينتبه فيها أن يستمع إلى أي شيء في السيارة، ولكن اليوم قام بتشغيل راديو سيارته على إذاعة نجوم FM، وكان بها باقة من الأغاني الشبابية الأشبه بموسيقى تصويرية تكمل تلك اللقطة السينمائية المبهرة. وصل بالسيارة إلى التجمع الخامس، وبالتحديد في شارع التسعين، حيث الفيلا الفخمة للممثلة الصاعدة سلمى عويس، أحد أفضل النجمات في السينما والدراما، والمتصدرة للعديد من الهاشتاجات على منصات التواصل الاجتماعي. وقد كان هاتفها من قبل، واتفق على أن يقوم بعمل حوار صحفي لها، وأن تكون متصدرة بصورتها غلاف المجلة لهذا العدد. الفيلا من الداخل عبارة عن دورين، الدور الأول به مكان فسيح للاستقبال وترابيزة كبيرة للطعام والكثير من التحف الفنية وصور مختلفة لها من كواليس أعمالها الفنية. لا يستطيع إخفاء إعجابه بالتفاصيل التي أمامه، سواء تفاصيل الفيلا أو صورها المعلقة على الحوائط، فهي تستحق ما وصلت إليه في تلك الفترة القصيرة فنياً. فهو في تلك المهنة منذ الكثير من الوقت، وعاصر العديد من النجوم والفنانين في فترات زمنية مختلفة في تاريخ مصر الفني، ويعلم أنها مجتهدة بشكل كبير وموهوبة، والموهبة هي المفتاح الرئيسي للنجاح، ولكنه أيضاً موهوب في التفاوض بكل درجاته، وبالتأكيد لن يخرج سوى بالاتفاق الذي يرضي موهبته وغروره. نزلت من الدور الثاني بخطوات ثقيلة تملأها الثقة والغرور والعديد من معاني الكبرياء. سلم عليها وقبل يدها في مشهد كلاسيكي أشبه بلقطة من فيلم تايتانيك للمخرج العبقري جيمس كاميرون، وأشارت إلى أن يجلس، بعدما أبدت إعجابها بتلك البدلة البيضاء التي تذكرها بأبيها في مناسبات عديدة، ويبدو أنها تعمدت إلقاء تلك القنبلة عليه لتحرق قلبه قبل أن تحرق إعجابه بلون ملابسه البيضاء. وبالفعل كان التأثر واضحاً عليه، باحثاً عن أي مبرر لضيقه، وهو زحام المرور، تلك الآفة السريعة والتهمة الحميدة التي يستطيع التخلص بها من ذلك الإحراج القوي والمباغت. بدأ بطرح الأسئلة عليها، وضايقه أنها سريعة البديهة بشكل كبير، حيث أنها كانت تجيب على أسئلته وهي ترى شيئاً في هاتفها، أو حتى تنادي على إحدى خادمات المنزل لطلب شيء أو التنبيه على أمر ما، إلى أن وصل بها أن يسألها عن إشاعة علاقتها بأحد صناع السينما، وأن تلك الإشاعة نالتها بشكل كبير في الفترة الفائتة. حينها وقفت على قدميها وأشارت له بيدها إلى الخارج، مع التنبيه أن لا يأتي مرة أخرى، وألا يسمح لها برؤيته في أي مكان لاحقاً. أنا ما قصدتش حاجة، قالها كطفل ابتلت ملابسه عن دون قصد، ولكن سذاجته المصطنعة لم تمر من فلتر مشاعرها، وخرج من باب الفيلا لا يؤنسه سوى صوت تصارع قدميه كالحمر المستنفرة.